في معارك مجرد دخولها خساره. اختار معركه، مش كل حاجه تستاهل تدخلها، ومش كل استفزاز يجرك لخناقه. في ناس خسرت حياتها مش علشان ضعيفه، لكن علشان دخلت معارك ملهاش لازمه. خليني اقولها بوضوح، مش كل اللي يغلط فيك عدوك، ومش كل استفزاز محتاج يترد عليه. احيانا بترد فترتاح لحظه، لكن الرد ده نفسه ممكن يفتح عليك مشكله تقعد تحل فيها سنين. انا شفت قضايا بدات بكلمه مش هسكت، خناقه بسيطه على ترقيه في الطريق، موقف شد بين اتنين في الشغل، تعليق سخيف اتقال بهزار واتاخد بجد، نظره اتفسرت غلط وقلبت بمشكله، واحد قرر ما يعديش فرد، والرد جاب رد، والكلام قلب خناقه، والخناقه وصلت للاسم، وبعد الاسم بقت قضيه، ومن قضيه لمحكمه لحكم للحبس. الذكاء مش انك تكسب الخناقه، الذكاء انك تسال نفسك الاول، هو انا محتاجها اصلا؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المعنى ده في موقف عملي عظيم. في صلح الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعمره، بس قريش منعته، استفزاز واضح والقوه معاه، والشروط قاسيه ومؤلمه، يرجع من غير عمره، واللي يسيب قريش ويروح له يرجعه لهم، واللي يسيبه ويروح لقريش ما يرجعهوش. الصحابه اتوجعوا، وسيدنا عمر قالها بصراحه: يا رسول الله، أولست برسول الله؟ فرد عليه سيدنا النبي وقال له: بلى. فسألوا السؤال الأصعب: فعلى ما نعطي الدنيا من ديننا؟ سؤال من نار، وكان ممكن يطلع أسوأ رد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش المعركة وما ردش، ما انفعلش مع اللحظة، لكنه قال بهدوء: أنا عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره، ولن يضيعني. لأنه ما كانش بيدور على إنه يكسب اللحظة، لكنه كان بيكسب طريق. في معارك لو كسبتها دلوقتي هتخسر بعدها كتير، وفي معارك لو سبتها تكسب كل اللي جاي. اختيار المعركة مش ضعف، ده عقل وامان، امان ليك ولحياتك، واحيانا لصحتك، لان في مشاكل ممكن تسحبك لطريق ملوش اخر. قبل ما ترد، قبل ما تواجه، قبل ما تقول مش هسكت، اسال نفسك سؤال واحد بس: هو ده يستاهل ادخل حرب ولا اعدي واكسب نفسي؟ وافتكر فان الامان في سلوك يحميك.